سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. خبرنا الرئيسي لهذا اليوم يأتينا من مركز الرصد الزلزالي بالمملكة المغربية، حيث عاش سكان عدد من المدن الساحلية والداخلية لحظات من القلق والترقب مساء اليوم إثر تسجيل هزة أرضية محسوسة تجاوز مداها الجغرافي مئات الكيلومترات من مركز الانطلاق. وحسب ما أكده المعهد الوطني للجيوفيزياء، فقد بلغت قوة الهزة 4.5 درجات على سلم ريشتر. اللافت في هذا النشاط الزلزالي هو مركزه. فقد سجلت بؤرة الهزة في عمق المجال البحري قبالة سواحل مدينة تطوان شمال المملكة. هذا الموقع البحري هو ما فسر حسب الخبراء وصول الموجات الارتدادية إلى نطاق واسع شمال مدينة القنيطرة، سلا، الرباط، وصولا إلى الدار البيضاء والخميسات ومكناس. شهادات المواطنين خاصة في الطوابق العليا للمباني السكنية أكدت أن الهزة استمرت لثوان معدودة، لكنها كانت كافلة بإثارة الفزع، حيث هرع البعض إلى منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق اللحظة. ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء أوضح أن الإحساس بالهزة في مدن بعيدة كتمارا والصخيرات يعود لطبيعة التربة والتركيبة الجيولوجية للمناطق الساحلية الأطلسية التي تنقل الموجات الزلزالية بوضوح. وعلى الرغم من قوة الهزة التي وصفت بالمتوسطة، إلا أن السلطات المحلية والمصالح المختصة لم تسجل ولله الحمد أي خسائر بشرية أو مادية تذكر حتى هذه اللحظة. وتؤكد مراكز الرصد أن هذا النشاط يدخل في خانة النشاط الزلزالي الطبيعي الذي تشهده المناطق القريبة من الفوالق الجيولوجية البحرية بين الفينة والأخرى. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.